الزمالك بيفوز على نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من دوري نايل. الزمالك بيحقق تاني انتصار له في دوري نايل بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. بعد كده تعطل امام نادي المقاولون العربي، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وامبارح بيكسب مودرن سبورت بنتيجة 2-1 عشان يبقى في المركز الثاني ب7 نقاط، في المركز الاول المصري ايضا ب7 نقاط. سجل اهداف لنادي الزمالك خوان الفينا البرازيلي، اللاعب عالمي، لعيب سوبر وهيفرق جدا مع نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. سجل الهدف الثاني هو شيكو بنزا. الهدف اللي جابه مودرن سبورت كان خطأ عن طريق محمود حمدي الونش، جابه في مرمى ولم يتعامل معها محمد صبحي بشكل جيد عشان انتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.